انا يوسف حشيش. في ممثل صاعد كده اسمه يوسف حشيش، متابع قوي مسلسلاته بصراحه، يعني انا بدور على مسلسلاته فين فبتفرج عليه. لا هقول لك بجد، بتفرج على ايه؟ بتفرج على الحشاشين طبعا، عيلتي اولى بيا، بتفرج على صلة رحم، مسار اجباري، لحظه غضب. يعني انا اصلا خريج هندسه مدني، وانا بدرس هندسه كنت بدات شفت كده خلال دراستي الهندسه يعني عامه للفويس اوفر والسكريبت رايتنج بمحض الصدفه تماما. يعني حلوه بمحض الصدفه دي، تحس برضو كلام راقي جدا. فبدات اتجه للجزء بتاع الماركتنج والادفرتايزنج برضو وانا جوه لسه هندسه، بدرس هندسه يعني. فخلصت هندسه، فمن شركه لشركه اشتغلت كريتيف كوبي رايتر اللي مش عارف ايه كذا 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 كذا، فاخدت بقى الاتجاه ده يعني. وبعد كده السوشيال ميديا جت برضو كالعاده زي اي حد بدا في السوشيال ميديا، ان هي جت بالصدفه تماما. كان معايا 2 صحابي هم اللي بداوا وانا كنت التالت بتاعهم. بعد كده واحد ابتدى ينسحب من الموضوع وكملت انا. وبعد كده قعدت سنه ونص مثلا مختفي تماما من السوشيال ميديا. وبعد كده رجعت على مثلا 2021 او 2022، رجعت عملت اللي هو بقى الفورمات الجديده اللي هي انا حقيقي اعترض دي والمج الاخضر والكلام ده كله. لقيت الناس متفاعله جدا وكانت مستنيه ان انا ارجع تاني ومش عارف ايه والكلام ده كله. دي يعني جايت بقى موضوع التمثيل. هفتح بس معلش احنا مستنيين اوردر وهجيلكم تاني. بعد كده جه بقى موضوع التمثيل بسبب الاستاذ محمد ناير، مؤلف ريفو. كان هو شافني فقال لي انت مش عايز تمثل؟ فقلت له لا استاذنا ما اعرفش، يعني انا عمري ما كان في دماغي موضوع التمثيل، ما اعرفش انا اعرف اعمله ولا لا. ومقتنع تمام الاقتناع ان مش اي حد هيجيب فيوز على السوشيال ميديا يبقى مؤهل ان هو يبقى ممثل. دي حاجه ودي حاجه. فلما قلت له حاجه زي كده قال لي اه تصدق انا احترمتك اكتر ان انت بتفكر في الموضوع كده. قلت له يعني مش تناكة على التمثيل، بس انا بجد ما اعرفش انا هعرف اعملها ولا لا يعني. وانا بحب التمثيل جدا فمش عايز اعك، يعني اللي هو ايه زي مثلا الستاند اب كوميدي انا بحبه جدا، بس انا شايف ان انا غير مؤهل ان انا ابقى ستاند اب كوميدي. فقال لي لا بالعكس انا شايف ان الكاميرا هتحبك وكده يعني. كنت من الناس اللي مترشحه في ريفو وعملنا اوديشن واخدت الدور اللي هو دور معتصم. بعد كده خلص سيزون 1 دخلنا في سيزون 2. الفيدباك اللي جالي على ريفو كان غير متوقع بالنسبه لي تماما. اللي هو انا برضو كنت خايف من حاجه ان انا الى حد ما متشاف على السوشيال ميديا، فهو سلاح ذو حدين. يا اما هيبقى انت ايه اللي وداك التمثيل ما مش حلو، او مش اي حد هيعمل فيديوهين هيخش يمثل ويقرفنا، او هيجي بقى الفيدباك التاني اللي هو ايه طب والله ده كويس يجي منه، مش لازم يبقى يعني اعظم ممثل بس يعني يجي منه يعني. فالحمد لله جالي الفيدباك اللي هو التاني ده اللي هو ايه ده. وبعدين كمان كانت الميزه ان الدور في ريفو مختلف تماما عن اي حاجه بعملها على السوشيال ميديا. دراما بحت وما فيهوش اي نوع من انواع الساركازم او الكوميديا او الكلام ده كله. فالناس شافت جانب تاني اللي هو ايه ده، طب ما ده عنده حاجات تانية جوه وهو مخبيها يعني. دخلت التجربة اللي بعديها كانت مسرحية اللي هي وعملت ايه فينا السنين. كانت برضو تجربة بالنسبة لي رعب، ان انا دي تاني تجربة تمثيل واول تجربة مسرح. فانا لسه بادئ تمثيل اول امبارح يا جماعة، مسرح ايه اللي انا هقف عليه ده؟ جهزنا في 4 اسابيع حفظ بقى وتمرينات وبروفات ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهم بصراحة ساعدوني جدا يعني. فبعد كده عرضنا 3 ايام عرض كانوا احلى 3 ايام في حياتي. فيدباك بقى لما بتشوفيه قدامك كده والناس لايف ومش عارف ايه والكلام ده كله، مسرحية عجبت الناس قوي وكان في فيدباك حلو. فدي كانت تاني تجربة. بعد كده بقى ربنا كرمني في رمضان ده بحاجتين مهمين جدا طبعا. مع دكتور بيتر ميمي دخلت الحشاشين. انا اصلا من ساعه ما سمعت عن الحشاشين من قبل رمضان اللي هو مش اللي احنا فيه ده اللي فات، هو كان المفروض يتعرض اللي فات، وانا حسيت اللي هو ايه ده الحشاشين وانا يوسف حشيش، يا لو هبقى في المسلسل ده. وانا اصلا كنت لسه ساعتها ما اعرفش ايه اللي بيجرى يعني. تعدي السنين والاقي ان حظي حلو يعني. دكتور بيتر ميمي اختارني في دور اللي هو جوهر. وكمان الاستاذ تامر نادي اختارني في مسلسل صلة رحم. ريفو كان حاجه اللي هو معتصم ده شاب محترم لويال كيوت بيحب خطيبته جدا ممكن يعمل اي حاجه عشان خاطرها. المسرحيه فيها حاجه مختلفه تماما، هي برضه هي 3 تشابترز، كل تشابتر بفتره زمنيه مختلفه، فالدنيا كانت لذيذه. وبعد كده في صلة رحم يوسف اللي هو يوسف عيسى ده اللي في الدور مختلف تماما عن معتصم، العكس تماما يعني النقيض تماما يعني ككاركتر وككل حاجه. وجوهر اللي في الحشاشين حاجه ثالثه خالص بقى، ده في عصر تاني تماما وواحد من فرقه الاغتيالات بتاعت حسن الصباح، فقصه مختلفه يعني. يمكن انا السنين اللي فاتت دي كنت باهل نفسي ان انا اعمل حاجه في يوم من الايام، ايه هي انا ما اعرفش، بس انا ما كانش في اي اوبورتونيتي بتجيلي بقول لا بجرب وادوس للاخر واشوف انا ينفع اعملها ولا لا ومش عارف ايه. ولما لو دخلت اي فرصه بحاول اجيب اخرها كشغل على نفسي يعني ان انا اطلعها بالشكل الحلو. عجبت الناس تمام، ما عجبتش يبقى احنا جربنا وفشلنا مفيش مشكله يعني. مش هقول لك ان انا بقى اللي هو انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها بس ومش مهتم برايي، لا بالعكس مهتم براي الناس جدا وبيفرق معايا جدا جدا كمان. بس هي الفكره كلها ان انا طول ما انا حاسس ان انا من جوايا عملت اللي عليا فببقى مرتاح.
لو ما عجبش الناس يبقى اكيد انا قصرت في حاجه او انا الحته دي مش بتاعتي. فانا بجد كنت مستعد تمام الاستعداد ان انا اسمع فيدباك وحش، لا يا يوسف يعني الحته دي مش حتتك، فكنت هنسحب من الموضوع بكل شياكه، مش هعاند ولا انا نجم وانا فنان وانا لا خالص. يعني انا اكيد هسمع للناس وكمان هسمع للدايره القريبه بتاعتي. فاخاف من الفشل طبعا، اخاف من الفشل جدا، ولكن اخاف منه اكتر لو انا مش عامل اللي عليا. في التمثيل ان انا الادوار اللي جات لي حاولت ان انا اذاكرها. خدي بالك برضو ان انا مش شخص خبره سنين وجاي من حته مش لا خالص. انا يعني انا لسه زي ما بيقولوا كده ابن امبارح في المجال. فكل اللي انا عملته ان انا حاولت اذاكر كل دور على قد ما اقدر، وحاولت ان انا بشوف انا كيوسف كمشاهد ما بحبش اشوف ايه عشان ما اعملوش. ان يبقى في حد حاسس ان هو بيسمع مثلا، اللي هو بيقول السكريبت وخلاص، ايموشنز فلات كده، اللي هو تحسي ان حتى لو انت مش حاسه ان هو بيسمع بس حاسه ان هو في حاجه فلات كده في الموضوع. فركز بقى ان انت ايه الحاجات اللي انت بتتضايق منها على الاقل ان هي ما تبقاش موجوده يعني. قبل ريفو اخدت ورشه صغيره كده يعني انتنس. طبعا عايز اخد ورش كتيره جدا الفتره اللي جايه، بس انا مع طبيعه شغلي وكده لسه مش قادر اوفق ما بين كل ده. بس على الاقل لما بيجي لي دور بحاول ان انا اذاكره، بحاول اسال الناس اللي في المجال اكتر، يعني اللي علاقتي بيهم كويسه، ان انا اعمل ايه، طب هنا اظبطها ازاي، طب اعمل ايه، الكلام ده كله. وده اللي اعتقد الناس حست بيه ما بين ريفو وما بين صلة رحم. يعني لو كان صلة رحم شبه ريفو يبقى انا كنت احس ساعتها ان انا في حاجه غلط، لدرجه ان انا كان نفسي اصلا اغير من شكل دقن وشعري، وكان هو الى حد ما كان قريب شويه من ريفو، بس انا كنت متركور في الحشاشين فما كانش ينفع اغير اي حاجه. والحشاشين كان مطالب ان انا ما يبقاش فيه بقى ولا دقن متحدده ولا شعر هو لازم. احنا بنتكلم من 1000 سنه تقريبا. لسه في شغل محتاج اشتغل على نفسي طبعا، في شغل كتير جدا يعني جدا. عيب لو انت اتحشرتي في الحته دي. ده كان رعب بالنسبه لي ان انا اطلع من السوشيال ميديا اعمل ادوار شبه السوشيال ميديا وافضل محشور فيها فتره وبعد كده اتحرق ومحدش يطلبني تاني. وده امثله كتير حصل لها كده يعني. ده التشالنج انا كنت خايف منه من داي 1. ان هو يعني هي ممكن تبقى ميزه وممكن تبقى عيب. هتبقى ميزه في حاله واحده لو انت بتمثلي نفس الكاركتر اللي انت طالعه بيه على السوشيال ميديا. وانا على السوشيال ميديا انا مش هعمل كاركتر، انا اصلا بتكلم بطبيعتي عادي يعني. لو الناس شايفه ان كل الادوار شبه السوشيال ميديا يبقى كده احنا عندنا فعلا في مشكله. لكن لو انا مطلوب مني دور شبه السوشيال ميديا اقول لك ده ساعتها حاجه هتساعدك، اللي هو ايه تمام يعني انت تعالى بس اعمل الحاجه اللي الناس حباها اوريدي يعني. لكن انا كل اللي اتطلب مني في كل المسلسلات اللي انا عملتها كلها حاجات عكس تماما اللي انا بعمله على السوشيال ميديا يعني. فهي هتبقى تشالنج بقى ساعتها، بس في نفس الوقت فيها ميزه ان انت اوريدي في ناس يعني ما بينك وما بينهم قبول، في ناس حباكي اوريدي. فدي برضه انا بشوفها نعمه من عند ربنا ان انت اوريدي داخله حاجه وفي ناس يعني مسانداكي، في ناس عملك سبورت حتى لو سبورت معنوي يعني. بس انت بقى شطارتك ان انت تبين لهم ان هي لا هي مش حاجه واحده بنعملها في كل حته، لا هنا ده سوشيال ميديا، ده كونتنت، هنا ده دور، هنا ده دور، لو جينا المسرح ده حاجه تانية خالص، لو الكلام ده كله يعني. حشاشين انا المفروض ان انا طالع في دور جوهر، ده واحد من فرقه الاغتيالات بتاعه حسن الصباح. هو انسان بريء جدا ما يعرفش حاجه غير ان هو مقتنع تمام الاقتناع ان حسن الصباح ده هو الصح. فهو مش فاهم اي حاجه في الدنيا غير ان هو اللي هيقوله حسن الصباح هو ده. حتى هو في اصلا قبل ما بيقابله بيقعد يسال هو شكله عامل ازاي، طب مين شافه، طب مش عارف ايه. وبيتضايق قوي لما يحس ان في حد مش مقتنع تمام الاقتناع بحسن الصباح. الانسان الجميل البريء بتاع الفرقه بتاعه حسن الصباح، ولكن هو في الاخر هو بينفذ عمليه من عمليات الاغتيالات اللي بتطلب منه من حسن الصباح يعني. فانت بتشوفي بقى التحول بتاع ان هو انسان، هو مش باين ان هو بريء، ان هو شاب كيوت يعني، لا هو مش كيوت ولا حاجه، بس هو مش عارف اي حاجه في حياته غير ان هو انا جاي هنا، انا اللي حسن الصباح هيقوله انا هعمله من قبل ما يشوفه حتى. وبعد طبعا لما شافه كمان خلاص بقى اللي هو ايه انا معاك يا ريس، شوف انت عايز تعمل ايه وانا هودي. اللذيذ برضو في الموضوع ان انت تبقي شغاله مع دكتور بيتر ميمي، دي حاجه يعني. اللي هو حد كان سالني من سنتين مستحيل كنت هقتنع باللي هو بيقوله ده، لا مش الدرجه دي يعني. برضو دكتور بيتر كل اعماله هي الميجا بروجكتس اللي موجوده في مصر وفي الميدل ايست كمان. فان انت تبقي جزء منها دي حاجه لا في البورتفوليو كده، اللي هو ايه حتى لو طلعت مشهد اللي هو يا جماعه انا كنت في العمل ده وخلاص شكرا انا ممكن اعتزل تاني يوم مفيش مشكله. بيتر ميمي مع حفظ الالقاب يعني هو بجد مركز في كل تفصيله في اللوكيشن، مركز في كل كاركتر. حتى لو الكاركتر ده طالع مشهد واحد هو عارف ده المشهد ده بتاع ايه والكاركتر ده مين ودوره ايه وهيوصلنا لايه. هو العمل الفني كله مترتب في دماغه بشكل ما. هو مخرج هادي جدا في اللوكيشن، مستوعب كل الناس، بيسمع كل الممثلين، بيتفاهم مع الناس كلها. فالممثلين اصلا اوريدي داخلين مرتاحين
يعني اللي هو مع ان العمل ظروفه صعبه جدا 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 ولوكيشنز واللبس والحاجات دي كلها، هو فعلا كعمل درامي هو صعب قوي قوي تنفيذه يعني. فالطبيعي ان انت تلاقي الناس كلها متوتره. بس كمان دكتور بيتر فاهم قوي طبيعه المشاهد، بيعرف يوصل له الموضوع بالشكل اللي بجد يبقى بيعجب كل الاذواق. المستمع لو انت عندك وجهه نظر في حاجه فتمام يعني، ده انا وانا دور صغير. فالاستاذ يوسف اللي مشرفني في صله رحم، هو برضه عشان نبقى صراحه يعني هو انسان بنشوفه في حياتنا كتير يعني، مش حاجه خزعبليه ما شفناهاش في حياتنا قبل كده، لا عادي بنقابله للاسف يعني. ده مش معناه ان هو حاجه صح خالص، بالعكس. بس هي بتبقى حاجه كويسه برضو ان في وقت من الاوقات ان الدراما تهايلايت كاركتر زي ده، يمكن الناس تتعلم ان ده كاركتر موجود فيقللوا التعامل معاه او يتعامل معاه بحذر او الكلام ده كله. بس هي الفكره كلها ان هو يوسف بيظهر في حياه ناس في اوقات هم مش في احسن حالاتهم، وفي اوقات هم نفسيا سوبر داون، هم تحت جدا جدا جدا. فاي حد هيجي يتعامل معاهم بشكل لطيف بشكل تلقائي كده كده هم هينجذبوا ليه، عشان هم اوريدي في حته مش احسن حاجه يعني. ودي حاجه هو يوسف بيتغذى عليها يعني. هو بيحب جدا الفكره ان يبقى في حد في حته نفسيه وحشه عشان هو يبقى طوق النجاه يعني ليه، وهيدخله في عالم مختلف عن العالم اللي هو بيحب يعيش فيه والكلام ده كله، فهيبتدي يرتبط بيه اكتر والكلام ده كله، لغايه لما هو يوصل بقى للي هو عايزه. اللي هو عايزه ده اكيد كلها حاجات مش صح يعني. الناس بتقول عليه توكسيك، هو مش توكسيك، ده هو دخل في جريمه. بس هو يمكن عشان كان لسه الناس ما وصلوش الحلقه الاخيره، لما شافوا بقى يوسف بيحط الماده دي في الدرنك بتاع ليلى والكلام ده كله، لا احنا دخلنا في جريمه. مش هقول لك بقى تشالنجينج ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا هي كانت المشكله كلها ازاي يبقى متصدق. بس لدرجه الناس بقت تبعت لي تقول لي هو انت كده بجد في الحقيقه وبتضحك علينا، ناس قرايبي بقى اللي هو عايزين نقعد معاك وبتاع. ايه يا جماعه هو في اللي هو مش الدرجات دي يعني. فهو الدور برضو مش حاجه مستحيله تتعمل، بس هي ازاي تتعمل ان هي تبقى متصدق يعني. برضو مش عايز اصعب الموضوع واقول ان هو كان شخصيه معقده جدا، لا هي الموضوع عادي. بس هي الفكره كلها ان ازاي يلا يا جماعه نوصل يوسف ده ان هو يبقى متصدق بالنسبه للناس، ويحسوا ان احنا وي كان ريليت، احنا شفنا الشخص ده قبل كده في حياتنا. فده اللي الحمد لله حصل يعني. بس كلنا في مرحله في حياتنا كنا توكسيك في حياه شخص تاني، ده 100% يعني. اي حد هيقول ان انا عمري ما كنت مؤذي بشكل او باخر في حياه حد تاني، ده هو كده اكيد بيضحك على نفسه او هو مش دريان باللي بيحصل حواليه. بس دي معناها ان هو توكسيك اوريدي يعني. فهي ليه بنبقى كده؟ هي مفيش سبب معين، هو بيبقى كل حاجه وليها ظروف. انا بالنسبه لي اللي بيبقى قاصد يبقى مؤذي ده مش توكسيك، ده انسان مؤذي حرفيا. فده احنا ده عندنا معاه مشكله. لكن ان يبقى انسان وجوده في حياتك سبب لك اذيه بشكل ما وهو مش قاصد حاجه زي كده، مش بعفيه من الغلط، ولكن ده احنا يعني احنا كلنا في حياتنا كده. لكن اللي قاصدين دول مش هينفع نتكلم عليهم، دول اصلا هنتكلم هنقول ايه يعني؟ دول محتاجين نتعمل فيهم محضر، ده مش دي قصه تانية خالص يعني. ساعات من غير ما بنحس كده بنحب نعيش الدور ده، وساعات في ناس بتحب تعيش دور الضحيه، فالعكس. فدول بيلاقوا دول. بس ان هي برضه انا مقتنع ان كده كده مفيش حد بيتصلح يعني. ولو انا اتصلحت عشان خاطرك يبقى انا ما اتصلحتش. مع اول خناقه كده كده هندمك على اللي انا عملته. فعلى ايه يعني؟ مذكرات سنجل ده على نجوم اف ام. بس هي برضو حاجه لايت كده لذيذه، بتتذاع قبل الفطار بتاع الساعه تقريبا 4:30 ساعه، الوقت اللي هو كوبري اكتوبر زحمه والناس مش طايقه نفسها وبيتخيلوا ايه اللي موجود على السفره والكلام ده كله. اذا ان هو واحد حلم حياته ان هو يتجوز، فبيقعد بقى يقابل ناس ومش عارفه ستايل كده اللي هو يعني. في مسلسلات كتيره اتعملت بنفس الستايل ده، بس كانت غالبا بتبقى معموله ناحيه البنات اللي بيقابلوا كذا عريس والكلام ده كله. دي بقى معموله بالعكس شويه. فهو بشير اللي هو الدور بتاعي انا، الشخص اسمه بشير. كل حلقه بيقابل ناس جديده ومش عارف ايه وبتاع بشكل كوميدي لطيف الكلام ده كله. بس لغايه بقى في الاخر المفروض ان احنا نعرف هو هيتجوز ولا لا. نفسي ابقى مبسوط. انا بدور حاليا على الانبساط وراحه البال. مش عايز اتحط في حته الواتس نيكست او الدوامه دي، عشان انا اتحطيت فيها في حياتي في جزء ما يعني من حياتي، وبجد ما كنتش حاسس باي متعه في اي حاجه انا بعملها. نفسي طبعا بعد رمضان الواحد ربنا يكرمه ويجيله اعمال تانية في التمثيل، هبقى حابب جدا. ونفسي تبقى كاركترز مختلفه يعني، اللي هو كل مره يبقى حاجه مختلفه عن اللي قبلها. ان دي بالنسبه لي متعه، ان انا بعيش حياه حد انا عمري ما هعيشها يعني. واحد زي جوهر ده انا عمري ما كنت هعيش حياته يعني. واحد زي يوسف عيسى غالبا مش هيعيش حياته الا بقى لو الواحد حصل له حاجه في يوم من الايام ما اعرفش. نفسك في ايه يا واد يا يوسف؟
واد يوسف ده غلبان والله ما نفسوش في حاجه، طيب بيرضى بقليله. على حته الشفت كارير، عشان بيجي لي مسج كتير قوي حته اللي هو انا عايز اسيب بقى اذا كان هندسه زي او ايا كان هو دراسته ايه، واشتغل في ايا كان هو عايز يشتغل في ايه. فانا برضو نصيحتي لاي حد نفسه يعمل شفت كارير من غير ما يجرب الشغلانه اللي هو فيها، ده خطر. يعني حته بقى اللي هو قوم واستقيل واخرج بره مش عارف ايه وكسر الحيطان، ده ما بياكلش عيش. ننسى بقى الكلام ده. ايوه صح كده. ما بياكلش عيش والله والله الكلمتين دول كلام في شباب كتير قوي بيضحك عليهم الموضوع. شكلك كسرت الحيطان قبل كده ولا ايه؟ كسرت الحيطان ولا وقعت على دماغك ولا ايه اللي جرى؟ بس انا شايف ان هو بعيد كل البعد عن الحقيقه يعني. فانا شايف ان انا عملت ايه؟ انا سعيت، انا جربت كل حاجه. يعني انا هندسه، ما اشتغلت في هندسه وانا بدرس هندسه، واشتغلت في حاجات كتير قوي، وجربت هنا وجربت هنا وجربت هنا وجربت هنا لغايه لما حسيت ان انا طب تمام، انا في حاجه انا حاببها وممكن اكمل فيها. لكن مش في يوم وليله لا انا عايز اعمل شيفت كارير عشان فلان ناجح فانا عايز، لا ملهاش علاقه. ياما ناس عملت شيفت كارير ولبست يعني ما وصلتش لاي حاجه في حياتها يعني. النصيحه للناس اللي عايزين يبتدوا على السوشيال ميديا، انا بالنسبه لي السوشيال ميديا هي الكي بتاعها بتاع النجاح بتاعها هي الاستمراريه. بس الاستمراريه على حاجه هو بيحبها، عشان في ناس برضو بتتجه في السوشيال ميديا اللي هو ايه اللي بياكل مع الناس يلا نعمله. طب ايه ده يوسف عمل حاجه عاجبه الناس يلا نعملها، ما مش شرط. انت ممكن تعمل حاجه تانية تعجب الناس اكتر من يوسف بيعملها. فالاستمراريه هتبقى صعبه لو على حاجه انت مش حاببها اساسا. فعشان كده دايما بقول للناس شوف انت بتحب ايه واعمله واستمر عليه، كده كده sooner or later هيوصل للناس. مفيش حد فضل معاند وقاعد يعمل كونتنت معين حتى لو بيجيله فيوز قليله واودينس قليلين والكلام ده كله، غير لو هو النهارده لا عنده فولورز وعنده فولورز حلوين وناس لويال معاه من زمان والكلام ده كله. بس انا ضد دايما فكره اللي هو ايه يلا نكسر كل حاجه ونعمل كل حاجه ونجري ورا الحلم. لا اجري ورا الحلم بس اجري بواقعيه يعني. وانت بتجري ورا حلمك يبقى في حاجه بتاكلك عيش، هي دي بس الفكره، ما تبقاش بتجري وخلاص يعني. مش ادفايس لنفسي، انجوي الرحله، رحله لذيذه ولسه فيها حاجات كتير قوي هتنكد عليك وهتبسطك وهتفرحك وهتحسسك ان انت نجم النجوم. ما تصدقش نفسك، لو انت حسيت انت نجم النجوم اوعى تصدق نفسك، ارجع عادي جدا عشان دي بتبقى لحظه في الاخر هتعدي كده كده. لو انت النهارده جامد في حته بكره هيجي اللي اجمد منك وهيقعدك في البيت عادي جدا عشان هي دي سنه الحياه. فلو انت النهارده لذيذ وشاطر اتبسط بده. لو حسيت ان انت في يوم من الايام بقيت واصل لحته حلوه قوي ما تكبرش عشان تفضل محافظ عليها، ان اللي بيصدق الحته دي غالبا بيموت بعدها. يعني صدق الحاجه باللمد بتاعها، انت ناجح كده صدق كده، ما تصدقش نفسك كده يعني. وما تتغيرش بس.